ايه بقى حوار مس المنهج ده عايز طفل متأسس. هو مين قال لهم مين قال بجد المناهج عايزه ان طفل مش في منهج متأسس؟ عاوز طفل مش متأسس؟ بالظبط. في كمان حاجة جديدة اللي هو ايه يا جماعة، احنا ما بناخدش تأسيس، المنهج ده هو التأسيس بذات نفسه بذات عينه. ازاي يعني؟ انا عايزة اسأل لو في تيتشر بجد، يعني انا شفتهم بس مش هينفع اتكلم. مش هينفع نقول، انا ملناش لازم دعوة، التزم الصمت. ملناش دعوة. ففعلا لقيت لو احنا مش بنقول اي كلام وخلاص. يعني ايه المنهج ما تأسسوش؟ المنهج ده تأسيس. بالظبط. يعني ايه؟ مين قال ان المنهج ينفع يكون تأسيس؟ يعني انا لو الطفل بتاعي اصلا ما بيعرفش ان هو يقرأ، وبيعرف يقرأ جمل كبيرة، وبيعرف يقرأ بقى شورت ستوريز، وبيعرف يتملى ويشتهى الكلام ده كله، دول لو ما الناس اللي بيعرفش. بيتكلموا على مناهج برايم بالظبط. 1 و 2 ايوه صح؟ ايوه ده ايوه احنا مش ايوه هنجيب سيرتهم، بالظبط. ملناش دعوة يا محي. ايوه. لو انا ابني ما بيعرفش يعمل الكلام ده كله، ففجأة هيدخل بقى في كي جي 1، هيلاقي اصلا حاجات المفروض ان هو يقراها ويتعامل معاها. بس تفتكري عشان هما مثلا بصوا على كتب بصراحة في المعاصر، هما عاملين حاجة حلوة قوي اللي هو building a sentence. تعالى نكون انا sentence. انبسطت قوي بالجزء ده في الكتاب. وعجبني قوي الاستراتيجي اللي هما مستخدمينها. اولا انت بتكلم طفل برايم 1 وعايزه يكون سنتنس، وعايزه يعمل ري ارينج او ري اوردر للسنتنس دي، فهو جايب له كالرينج كده وتعالى اعمل. هي حلوة قوي، بس هل انت لما شفته في المعاصر جايب لك ان انت تكون سنتنس فقلت خلاص بس انا مش هشتغل تأسيس، المعاصر هيأسس؟ لا طبعا، ما فيش الكلام ده. انا لو مش متأسسة مش هعرف اعمل اصلا، يعني مش هعرف اعمل 1% من اللي الكتاب طالبه مني. أيوة. انا لو ما بعرفش. بالظبط بالظبط. لازم تأسس علشان تقدر. وبعدين انت منين هتشتغل السنتنس لو هو اصلا مش بيقرأ، لو مش عارف كلمات؟ طيب يعني انت معايا في موضوع ان الطفل لازم يبقى داخل برايم 1 متأسس جدا. فنستفيد من كي جي 1 وكي جي 2. يا ريت تأسيس. يا ريت، وما نضيعش معاكم الاجازه. مس اسراء اهو حبايبي، معاكم مس اسراء. في ايه؟ معاكم تيتشر انشراح، اسسوا. مش عارف، انا موضوع ان احنا بنضيع الاجازه في ان احنا بنلهو، ما عنديش مشكله نلهو والله يعني ما عنديش مشكله، بس ان احنا نقول الاجازه يعني طويله بصراحه. احنا طويله، فاللي هو معلش مس تمارين. انا بصراحه سكواش. يعني باخد فتره، استني عشان انا هاجي عند موضوع التمرين ده. باخد فتره بشتغل فيها تأسيس، سواء بقى للسن الصغير او للكبار اللي هم بيبقوا محتاجين جرامر وبيبقى الجرامر واقع عندهم، وباجي عند وقت اقول ستوب، الطفل ده محتاج راحه، عايز اجازه بقى. خلاص. في امهات ما شاء الله عليها واعيه جدا بتفضل جدا لحد قبل الدراسه. بس انا باجي اقول لها لا خلاص، مزبوط. علشان حرام الطفل محتاج يفصل، ياخد اجازه. تمام، بس ما فيش حاجه اسمها انا ابني